السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستحيل تعرف توصل النقط وانت باصص للمستقبل. الطريقة الوحيدة اللي هتقدر توصل بيها النقط لما تبص على الماضي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج معتقد وحديث. عارف ان اللي انا قلته ده كلام طويل شوية، بس دي المقولة اللي قالها ستيف جوبز الله يرحمه قبل ما يموت في خطاب تخرج لجامعة من الجامعات في أمريكا. الجملة اللي قالها دي هي جملة من أهم الجمل اللي إحنا بنستخدمها في علوم الحكمة. ليه إحنا بنستخدم الجملة دي في علوم الحكمة؟ لأن هو بيتكلم هنا على حاجة مهمة أوي. بيتكلم إن حياتك هي عبارة عن محطات. المحطات ديت عاملة زي لعبة توصيل النقط. بمعنى إيه لعبة توصيل النقط؟ كلنا وإحنا صغيرين كانوا يدونا نقط ويدونا جنبها رسمة، ويقول لك وصل الخطوط في النقط ديت حسب ترتيبها 1 2 3 4 5 6، فتطلع شبه الرسمة اللي كانت موجودة في الصفحة اللي قصاد النقط دي. وتقعد بقى انت توصل الخطوط عشان تتعلم الارقام من 1 ل2 ومن 2 ل3 ومن 3 ل4، وتقعد توصل النقط 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 النقط، في الاخر تيجي تكتشف ان هي شبه الصورة اللي كانت موجودة. هو ده بالظبط اللي كان قصده عليه ستيف جوبز في النقطة دي. ان هو اصلا كل واحد فينا جاي الحياة ديت علشان هو جاي لرسالة، جاي للحياة ديت علشان يقدم قيمة، جاي للحياة ديت علشان مش مجرد ان هو ياكل العيش ويتجوز وينام ويقوم بعد كده يلا باي انا طالع فوق ويموت. كل واحد فينا جاي هنا على الارض علشان يقدم قيمة للكون اللي احنا موجودين فيه ده. وبالتالي مادام انت جاي هنا تقدم قيمة للكون اللي انت موجود فيه دوت، فانت جاي هنا لرسالة عظيمة. وما دمت جاي هنا لرسالة عظيمة، فإن الخطوط اللي انت رايح عليها الخطوط دي متشابكة. انت مش هتعرف هو ايه بيوصل لايه، لانك في لعبة تخطيط اللي هي توصيل النقط انت بيبقى مكتوب لك 1 وراه 2، 2 وراها 3، 3 وراها 4، 4 وراها 5. فكل نقطة بتوصل بالنقطة التانية، فبالتالي انت تعرف ترسم الرسمة بشكل بيبقى سهل نسبيا، بعكس الحياة. الحياة النقط اللي موجودة فيها بتكون الموضوع مختلف شوية. بمعنى ايه النقط بتكون مختلفة شوية؟ مش عايزك تتكركب، مش عايزك تتلخبط. هي رسمة، حياتك عبارة عن رسمة. الرسمة ديت انت مش شايفها ومش شايف النقط بتاعتها، لكنك عارف ان في حكمة إلهية بتوضب لك حياتك علشان تعمل حاجة قوية انت مش عارفها. في طريقين هتمشيهم في حياتك، يا إما طريق الاستسلام والقبول بوجود القوة العليا اللي بتدير حياتك واللي هي بتمشيك في طريق علشان تعمل الحاجة العظيمة دي، والطريق التاني هو الاعتراض والسخط والرفض لكل حاجة بتعملها الحكمة الإلهية دي في حياتك، حتى ولو ما اعترفتش إنك أنت معترض على الحكمة الإلهية دي في حياتك. سواء كان اعتراضك ده بقى كان بشكل شخصي أو على شخص أو على موقف أو على حدث، وليه يا رب بيحصل معايا كده، أو تروح تشتكي للناس أنا ليه بيعملوا معايا كده، أنا ليه الناس معايا كده. ده طريق الاعتراض. وفي طريق القبول. طريق القبول انت عارف ان في حاجة، بالمعنى الأصح في منحة في قلب كل محنة هتقابلك. زي ما بنحكي كده في قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، ان انت بتخسر في اوقات خرم علشان تكسب السفينة. يعني هم خسروا خرم وخسروا مشكلة علشان يكسبوا السفينة بتاعتهم. نقط الحياة بقى اللي كان ستيف جوبز وهو بيحكيها في الحتة دي، هو بيحكي ان النقط ديت هي بتبقى في اوقات حاجات انت شايف ان هي ما كانش ليها لازمة بس انت دخلت فيها. حاجة تانية كانت حدث كان مأساوي بالنسبة لك بس انت طلعت منه بحاجة. فهو بقى بيقول لك الأحداث دي وهي عمالة تتكون مع بعضها، انت ما بتبقاش مكون عندك في دماغك فكرة للي انت رايح عليه. بس لما بتيجي تكتشف بقى قدام بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، وتبص لورا تقول يعني انا حصل معايا كذا علشان اروح هنا، فلما اروح هنا اقابل فلان، فلما اقابل فلان اتعلم منه كذا، فلما اتعلم منه كذا يحصل كذا 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 كذا. عادة بحكي للناس دايما في كورس خريطة القدر واحنا بنتكلم ان هو انا لولا وفاة والدتي الله يرحمها كان اكبر واقوى حدث مأساوي حصل لي في حياتي. بس لولا الحدث المأساوي المفصلي ده انه حصل في حياتي،
انا كان زماني لغايه دلوقتي انا موجود في الزقازيق، انا ما خرجتش من بيتنا، انا شغال محاسب في مستشفى جنب البيت، وكل عام وانتم بخير. انت ما بتشوفنيش اصلا دلوقتي، ولا كتبت كتب ولا كتبت روايات ولا بكلمك في فكر ولا بكلمك في اي حاجه. بالمعنى الاصح اللي عمل احمد اللي هو عليه دلوقتي كان حدث مأساوي، بس انا ما استسلمتش وخرجت واشتغلت وعافرت ورحت وقبلت الحدث. في عكسي ما بيقبلش الحدث. هو مش يعني مش بينتحر، بس هو مش قابل لا داخليا ولا خارجيا، وما بيبدأش يمشي في مراكب الحياة، وما بيبدأش يشوف هو الدنيا ماشية بيه ورايحة على فين. الحكمة، الإنسان الحكيم هو اللي عارف إن كل حدث بيحصل في حياته هو بيحصل لحكمة. الإنسان الحكيم هو اللي عارف إن كل حدث بيحصل في حياته هو بيحصل لحكمة. فلما بيبقى في وقت الفرح هو عارف ان هو فرحان، بس عارف ان الحدث اللي فرحه دوت لحكمة. ولما بيبقى في وقت الزعل بيبقى زعلان، لكنه بيبقى عارف ان الزعل اللي جه ده لحكمة. اغلب الاشخاص الغير حكماء بيبقوا جايين عايزين يعرفوا الحكمة في وقت حدوث الحدث. اغلب الاشخاص الغير حكماء بيبقوا عايزين يفهموا الحدث خلال وقت وقوع الحدث. كتير قوي يجيلي ناس بسبب دخولنا بقى في مجال الوعي والكلام ده كله، فتجيلي استشارات وتجيلي اسئله كتيره قوي في حته مهمه قوي. يجيلي حد يقول لي احمد انا حصل معايا 1 2 3 4 حدث وحش، انا عايز اعرف ايه رساله ربنا ليا من الموضوع ده. يا عم هو انت لو انت فاهم كويس الحكمه بتاعت ربنا هتفهم ان رساله ربنا ما بتبانش في وقتها. اللي بيبان في وقته ده يا جماعه ده اسمه الغيب. ان انت تخيل ان كل حدث بيحصل في حياتك بشكل لحظي انت عارف ايه اللي ورا الحدث ده بالظبط، ده كده اسمه غيب. انت كشخص قادر تعرف الغيب، ومعرفة الغيب ديت هي معلومة حاجة مش معلومة لينا احنا كبشر، دي حاجة بتاعت ربنا عنده في الغيب بتاعه هو. انما احنا كبشر احنا بنتعلم حاجة اسمها الحكمة. وانك تتعلم حاجة اسمها الحكمة ان مفيش حدث. الحكمة هي انك تعرف ان مفيش حدث بيحصل في الحياة من غير حكمة وراه، وان الحكمة اللي ورا الحدث عادة ما بتظهرش وقت وقوع الحدث، وإلا ما كانش الحكمة حكمة. وبالتالي فانت كشخص حكيم عارف ان الحدث اللي حصل ده وراه حكمة، وشايف ان وراه حكمة، لكنك مش شايف ايه هي الحكمة اللي موجودة ورا الحدث. الشخص الغير حكيم نوعين: يا اما شخص جاي عايز يعرف الحكمة اللي في الحدث دلوقتي، يا اما شخص اصلا قانت على الحدث وشايف ان الحدث دوت عشوائي وظالم وصادم والكلام ده كله. فالاحداث اللي عماله تيجي ديت اللي وراها حكمه هي بتبقى احداث عماله تكون قطع بازل علشان تكون لك مشروع حياتك. مشروع حياتي اتكون بين وفاة والدتي الله يرحمها، وفاة والدي الله يرحمه، سفر لسعودية، غربة، تعب، زيادة وزن، مرض، وقوع، وقوف، ارتباط بناس، فراقهم، تعب، خسارة مشروع، خسارة التاني، خسارة السادس، خسارة السابع. كل الحاجات دي كانت عمالة بتشكل في شيء أنا ما كنتش شايفه، بس كنت مؤمن بوجوده، مؤمن بإن أنا ماشي في رحلة بكون فيها حاجة كبيرة جوه أحمد أنا مش عارفها. وبصراحة ما كنتش متوقع إن الرحلة بتاعتي هتوصل لخريطة قدر ومعرفة وقرب من الله بالشكل اللي أنا عليه دلوقتي. بحمد ربنا طبعا على النعمة ديت. بس وانت ماشي انت مستحيل تبقى شايف ده وانت باصص للمستقبل. انا عمري ما كنت اشوف ده وانا باصص للمستقبل. بل دلوقتي انا شايفها ليه؟ لاني باصص لورا، فابدا اوصل الخطوط. يعني انا كذا حصل عشان كذا يحصل، فحصل كذا عشان كذا يحصل، عشان يحصل كذا عشان اروح هنا، عشان يحصل كذا عشان اروح هنا، عشان يحصل كذا عشان ربنا يفتح قلبي في الاخر ويطلع الكنوز اللي جواه. تخيل بقى الكنز اللي كان جوايا دوت. مريت باكتر من 6 مشاريع فاشله: وفاة والدي، وفاة والدتي، فراق ناس بحبهم، سفر، تعب، مرض، مرة واتنين وتلاتة. كل الاحداث ديت انت عمال مش عارف هو ايه اللي بيحصل، وتكسب هنا شوية وتفرح هنا شوية وتزعل هنا شوية. انت عندك يقين انك رايح رحلة بتبني حاجة كبيرة، هي ايه انت مش عارف. وفجأة تلاقي نفسك ربنا بيفتح باب السر اللي موجود جوه قلبك،
فجأة تلاقي نفسك انت بتقرب من ربنا، فجأة تلاقي نفسك انت بتعرف ربنا بشكل انت ما كنتش متخيل انك ممكن تعرف بيه ربنا، وبتعرف الطريق اللي انت تقدر تغير بيه حياتك وحياة ملايين من البني ادمين بشكل انت ما كنتش متخيله اصلا. انت شخص يكون اقصى طموحك انت عايز تعمل مشروع، عايز تعمل بيزنس، علشان ما تقعش في نسبة الفقر وفكرة الخسارة بتاعت فلوس اللي اهلك وقعوا فيها. فجأة تيجي تكتشف لا ده انا قادر اغير حياتي، وقادر اغير حياة ملايين من الناس، قادر اكتشف اسراري، وقادر اقول للناس اسرار واجابات لاسئلة محدش لاقي ليها اجابة، قادر اكتشف كل ده كل دوت نتج من ايه؟ من اني ما حاولتش اوصل الخطوط وانا باصص لقدام. ستيف جوبز في بقية الخطاب يقول لك ومادام هي كده فانت لازم تثق في قلبك، في شجاعتك، في الاله. لازم يبقى عندك ايمان ويقين بالصوت بتاع قلبك، لان هو الوحيد اللي هيدلك على الطريق، حتى ولو كان كل اللي حواليك مش شايفينه. اغلب الوقت محدش هيبقى شايف الطريق ده غيرك انت، وقدامك طريقين، برضو طريقين، يا تصدق في صوت قلبك يا تنكر صوت قلبك. اغلب البشر بينكروا صوت قلبهم ويقولك يعني انا الصح وهم كلهم غلط، يا اما تصدق في صوت قلبك. في كورس خريطة القدر في حدث بحكيه للناس عن قصة حصلت معي، بس قبل ما احكي القصة ديت المواضيع كلها متصلة، من اول خريطة القدر، من اول قانون الاحتمالات، اول قانون الحب، قانون زمن، فكرة الرضا، فكرة كذا، فكرة كذا، كل الحاجات متصلة عشان تبقى فاهم كلامي ده كويس جدا. فانا ده عايزك دايما ترجع تشوف الحلقات القديمة لو انت ما كنتش شفتها، وتتابع معانا للحلقات الجديدة اللي لسه هتنزل. يعني بالمعنى الأصح انزل اشترك في القناة، لأن احنا بنقدم محتوى هادف جدا، هدفه انه يساعدك انك تغير حياتك. اشترك في القناة وحاول تشير المحتوى ده، اتفرج عليه مع زمايلك، اسمعه مرة واتنين وتلاتة، لأن الكلام اللي بيتقال هو كلام يغير حياة ملايين ويكسبك ملايين برضه في نفس الوقت. ندخل في القصة. رحت، يعني هي قصة كوميدية شوية، أنا رحت اشتريت شبشب طبي، كنت مبسوط بيه جدا. أخدت الشبشب الطبي دوت ومبسوط بيه، ورايح لإخواتي معاهم الشبشب الطبي، شايفين الشبشب الطبي بتاعي وبتاع مش عارف إيه جميل، بس ده كعبه عالي ده عاجبني أوي. يا دوبك هو 4 أيام رايح بصلي، دخلت أصلي في الجامع، يعني الجامع ده أنا بصلي فيه على طول، والأول مرة تحصل عملية سرقة، يعني بقالي أكتر من كذا سنة، أكتر من 4 5 سنين بصلي في الجامع ده، عمر ما حصلت عملية سرقة أصلا. اتسرق الجامع في اليوم ده، واتسرق الشبشب بتاعي. الشبشب بتاعي اتسرق يا جماعة، الشبشب اللي أنا بحبه فين؟ الشبشب بتاعي، الشبشب اتسرق. طلعنا نسأل سوبر ماركت جنب الجامع، فقال لك الكاميرا جابته، أنا شفته وأنا عرفته. طب أنا هعمل إيه بإنك شفته وإنك عرفته؟ ما هو لو جه هنا تاني هنمسكه. يا عم هيكون الشبشب ساح، نعمل إيه؟ قال لك يعني إيه استعوض ربنا. قلت له ماشي. عدى بتاع كده أسبوع، وبعد ما الأسبوع ما عدى وانا عمال اقول للراجل ما شفتش الراجل اللي سرق الشبشب، يقول لي لا ما شفتوش. بعد اسبوع يا دوبك واحنا بنصلي العشاء في الركعه الاخيره نسمع هيصه عند الباب، ومش هنسيبك ومش هنسيبك ولا وانا مظلوم وانا ماليش دعوه. هوب احنا خلصنا الصلاه، الامام خلص الصلاه بسرعه وطلعنا جري، لقيناهم ماسكين الحرامي. اوبا مسكوا الحرامي، والحرامي جايب معاه طفل صغير، وانا والله انا ما سرقتش مش عارف ايه، فبيمسكوا لقوا معاه كيس. ايه الكيس دوت يا حرام؟ يا ده الكوتشي بتاعي. والكوتشي بتاعك انت ماسكه شايله في كيس الزباله ليه؟ تعالى ورينا الكوتشي. طلع كوتشي غالي جدا، اخدوه منه. وبدات الناس واحد قام جاي ضربه منه، قال له يلا امشي عشان ابنك. بس يا عم انا شبشبي فين؟ انا شبشبي ضايع، الراجل ده سرق شبشبي، انا عايش شبشبي. ويقول له امشي امشي، وقوم ماشيينه. الله يخرب بيوتكم، انا ما خدتش الشبشب. والراجل مشي واخد الكوتشي وحطوه في الجامع، وانا بقى استعوضت ربنا، خلاص الشبشب راح، يعني مش هلاقيه تاني. رايح مكان اسمه الهايبر جنبنا، سوبر ماركت كبير، بشتري حاجات. فوانا بشتري الحاجة، فواحد من اللي شغالين في الهايبر واقف ورايا وزمايله معديين، فبيتريقوا عليه يهبل، في حد يروح يصلي بكوتشي تمنه اكتر من 1000 جنيه؟ يقول لهم انا كنت راجع بقى من الجيش مبسوط، ويعني قلت انزل اصلي لربنا، يعني ما نصليش. فهو الكلام ده اتقال ورايا بالظبط.
فانا طبعا انا كنت شفت الكوتشي لان انا كنت رايح ادور على الشبشب بتاعي. فقمت انا لافف كده قلت له انت اتسرق الكوتشي بتاعك؟ يقول لي ما خلاص بقى يا استاذ الله يخليك، يعني ايه ما تنكدش عليا اكتر ما انا متنكد. قلت له مش والله ما بنكد عليك، انا بس بسالك هو الكوتشي ده كان عامل ازاي؟ قال لي كان كوتشي غالي شويه. قلت له يعني الكوتشي كان لونه ايه؟ قال لي الكوتشي كان اسود. قلت له اسود ساده صح؟ قال لي اه بس في خط كده من على الجنب كده بتاع. قلت له كان جواه شراب؟ قال لي اه كان جواه شراب لونه كذا 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 كذا. انت بتسال ليه؟ قلت له عشان الكوتشي بتاعك عندي. قال لي نعم. قلت له الكوتشي بتاعك عندي؟ قال لي ازاي؟ قلت له مسكنا حرامي كان سارق حاجه بتاعتي قبل كده، كان معاك الكوتشي بتاعك فهو موجود عندنا في الجامع. قال لي بجد والله؟ قلت له بجد، تعالى بس تعالى. اخدته وقمنا طالعين رايحين عند الجامع، عند الراجل اللي ماسك المفتاح بتاع الجامع، نادينا عليه نزل لنا نزل. انت مين ده؟ قلت له دوت الراجل صاحب الكوتشي. قال له الكوتشي عامل ازاي؟ قعد وصف له الكوتشي بالظبط وقال له الشراب اللي جواه عامل ازاي والوانه عامله ازاي وبتاع. قال له ايوه بالظبط هو ده الكوتشي. الراجل طلع لقى الكوتشي بتاعه موجود. يعني ما اقولكش الفرحه اللي كانت في عينين الشاب ده لما لقى الكوتشي بتاعه، الفرحه اللي كانت في عينيه وهو عمال يجري عليا ويبوسني ويجري على الراجل بتاع الجامعة ويبوسه، ويعني وعايز يروح يجيب لنا حاجة ساقعة علشان يشربها لنا حلاوة الكوتشي اللي لقاه، والواد عمال يتنطط في المكان. الفرحة دي بالدنيا كلها، الفرحة دي بالدنيا كلها. تخيل كده واحد كان هيفقد، يعني هو كان ناس بتتريق عليه ان هو رايح يصلي بكوتشي غالي، يعني لسان حاله جواه وجوه قلبه ايه، وهو يعني بالمعنى صح. تخيل كده يعني يا رب يعني دول بيعاتبوني فيك، يا رب دول بيعاتبوني فيك، انت رايح تصلي بالكوتشي الغالي ده. فيقوم ربنا يقول له والله مش هخلي حد يعاتبك فيا، خد كوتشيك اهو. كوتشيك اهو دوت علشان يجي لك. اصلا كان في بقى نقط اتوصلت كلها مع بعض علشان توصل احمد يجي يقف في المنطقه ديت وهو شايف الكوتشي بتاعك اللي اتمسك من الحرامي اللي سرق منه الشبشب بتاعه، عشان يجي يقول لك تعالى ما تفقدش ثقتك في ربنا، ما تفقدش ثقتك في ربنا. ربنا ما بينساش، ربنا ما بيضيعش حد إذا كان هو مؤمن فعلا بربنا. ربنا عمره ما هيضيعك طول ما انت مؤمن بربنا. ربنا هيديك الخرم في السفينة علشان ينقذ السفينة. كل النقط اتوصلت وفرحة شاب بالدنيا. أكبر دعاء دايما بدعيه ربنا يا رب استعملني ولا تستبدلني. يا رب خليني بوابة للسعادة وللفرح وللحب وللرزق للناس. فأنا بحب أصلا في طول الوقت، أحب لما يبقى معايا شيء إن أنا أخدم بيه، إن أنا أساعد بيه. أنا عندي الشبشب بتاعي يروح في 60 داهية مقابل الفرحة والسعادة اللي لقاها الشاب دوت لما لقى الكوتش بتاعه. أنا بقول لك الفرحة اللي كانت في عينيه تساوي الدنيا كلها. وعلشان كده يا جماعة اوعى تمشي ورا القطيع، امشي ورا قلبك. قلبك الوحيد اللي عارف الطريق. ولما تلاقي ربنا بيوجهك في سكة امشي، صدق، صلي استخارة وتوكل على الله. افتح ابواب قلبك، الله يخليك هو ده الوحيد اللي عارف الطريق. ولو انت عمرك ما كنت بتسمع صوت قلبك اصلا فانت محروم. ابدأ دور انك تسمع صوت قلبك، وابدأ اسأل نفسك الشهر دوت والشهر اللي بعديه وكل شهر، يا ترى انت متبع قطيع ولا بتتبع صوت قلبك؟ الحديث اللي احنا هنحكيه النهاردة هو من الأحاديث القدسية الجميلة اللي أنا بالمعنى الأصح حافظها من وأنا طفل صغير كده، ومن الأحاديث اللي أنا كنت بعشقها عشق بالمعنى الأصح. حديث بيقول لك فيه من عادى لي وليا، ربنا يعني الحديث بيتقال عن رب العزة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب عبدي إلي بشيء إلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أكتر حاجة بحبها منك ومني ومن كلنا هي الإيه؟ هي اللي ربنا فرضها علينا. لكن يجي يكمل يقول لك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله، والله ما في كلام بعد الكلام. حبيبي يا ربنا. ربنا بيقول لك اللي بيعادي لي يا ولي فقد آذنته بالحرب. مش شرط الولي دوت اللي هو الشخص اللي قاعد في الجامع او الذاكر او الكلام ده كله. قلب الشاب اللي كان موجود وهو بيدور على الكوتش بتاعه، ربنا ما حبش ان هو يتكسر. حرب كاملة تحصل ودنيا دايرة بتدور بره، ربنا بيخطط له الدنيا بره عشان حاجته ترجع له. ربنا بقى بيديك الطريق علشان تفتح باب قلبك. ربنا بيديك الطريق علشان تسمع صوت ربنا اللي موجود جواك. وما يزال ما يزال التكرار والاستمرارية. هي مش حاجة هتعملها مرة واحدة. أغلب الناس عايزة حاجة واحدة أعملها مرة واحدة فانجح. مفيش. وما يزال الاستمرارية. الحياة بتحب الاستمرارية. الشخص اللي عايز يضرب ضربة ويكسر الدنيا مش هيلاقيها. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا الحب أو النور بقى اتكشف من جواك، هيحصل إيه؟ أنت سمعه الذي يسمع به. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي الودن اللي بتسمع ديت ما بقتش الودن المبرمجة، بقت الودن الحرة، ودن متصلة بالوعي الإلهي. كنت سمعه الذي يسمع به. هتسمع أحلى كلام، هتسمع الكلام على حقيقته. وكنت بصره الذي يبصر به. مش بصر بقى، ده انت عندك بصيرة، انت بتشوف اللي ورا الأشياء. وكنت يده التي يبطش بها. انت ما عنتش في الظلم، انت ايدك ديت لو استخدمتها انت بتستخدمها للحق وبس. وكنت رجله الذي يمشي بها. ربنا هيثبتك وهيقويك ويمشيك. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ربنا بقى معاك في كل حاجة في حياتك. حد فينا مش عايز ده؟ حد فينا ما بيأملش بده؟ انت دلوقتي داخل في زي ما قلت لك كده لعبة الحياة، ولعبة الحياة انك بتوصل بنقط، والنقط ديت انت عايز توصلها عشان تكون رسمة. لا انت عارف هي الرسمة شكلها ايه، ولا انت عارف النقط ترتيبها ايه، ولا انت عارف انك تطلع من النقطة دي كسبان ولا خسران، هو ده المكسب ولا لا. يعني خلي بالك، في اوقات خسارتك بتكون هي المكسب، في اوقات مكسبك بيكون هو الخسارة. انت مش عارف هو انه طريق اللي بيوصل. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لك اني لا يعني هو بيحكي ان هو بيستيقظ من النوم، ما معنى كلامه يعني بيستيقظ من النوم انا مش عارف على اي حال هو اللي فيها الخير، سواء الحاجه اللي بترضيني ولا الحاجه اللي يعني الحاجه اللي بتسعدني ولا الحاجه اللي بتحزني. انت ما تعرفش مكسبك فين، ما تعرفش انهي نقطه اللي هتوصل للنقط الباقيه عشان تكون الصوره بتاعت حياتك. فعلشان توصل لده محتاج توكل كامل على الله، وعشان تتوكل على الله محتاج محبة الله ومساندته في كل حياتك. ربنا بيقول لك بقى وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أهي موجودة أهي. وما يزال هنكررها تاني، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دور واسعى على حب الله، لأنك مستحيل هتقدر توصل النقط وانت باصص على المستقبل. الطريقة الوحيدة اللي انت هتكتشف فيها الصورة بتاعتك إذا اتبعت قلبك واكتشفت صورتك. ساعتها وانت بتبص على الماضي هتعرف توصل الخطوط كلها وتلاقيها كونت صورة مضيئة. اسمع صوت قلبك. السلام عليكم.